كان في راجل مديون وميعاد السداد قرب، وهو معهوش يسدد الدين اللي عليه. وكل ما يسأل حد انه يديله مبلغ يسدد، قال له طب سدد اللي عليك الاول وبعدين اتدين بدين جديد. يعمل ايه؟ مش لاقي سكه يسدد بيها دينه. دخل الجامع، صلى مع الناس خرجت وهو قاعد مش عارف يروح فين. الناس هتيجي تطالبني وانا معيش، وهو مش متعود على انه يرد الناس ولا يماطل، ما هو نفسه يسدد بس معهوش. وهو قاعد في الهم اللي هو فيه ده، الامام شافه وقرب منه وقال له مالك فيك ايه؟ الناس خرجت وانت قاعد. قال له عليا ديون ومش لاقي حتى اروحها. الامام قال له عليك كام؟ ولما عرف المبلغ اللي عليه قال له ده مبلغ كبير قوي، مش هقدر اساعدك، بس انا هقول لك على حاجه قلتها لغيرك ونفعته وقالوا لي ان ربنا كرمه. الراجل بص له وقال له هي ايه؟ قال له قول 100 مره في جوف الليل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قولها وانت خاشع، فيها رجاء لربنا وطلب ومغفره، فيها فوائد كبيره قوي، بس انت تقولها 100 مره بجوف الليل وبكل نيه صافيه. الراجل زي ما يكون غريق، بس دي مش قشايه، دي ايه من ايات ربنا. خرج الراجل امام وساب الراجل لوحده والجامع فاضي. فضل يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين 100 و200، والعدد خلاص فلت منه وهو عمال يقول. والليل قرب يخلص، وصلنا لجوف الليل والفجر قرب يبدأ، وهو شغال في خشوع تام لغاية ما بص لقى ايد على كتفه بتخبط عليه، وهو مغمض عينه وبدين لا ايد على كتفه. التفت يشوف مين اللي وراه، مين اللي بيخبط عليه في الوقت دوت، كان المسجد فاضي عليه. ولما بص في وشه لقى واحد هو عارفه، واحد من كبار المدينة اللي الناس عارفة عنه ان هو طيب وانسان صالح، بس هو عشان يوصل له يبقى صعب عليه انه يوصل له الا لما بيعدي على ابواب كتيرة. الراجل ما صدقش نفسه، لقى بيقول له انت بتطلب ايه من ربنا؟ قال له ليه بتسأل السؤال ده؟ قال له انا كنت نايم لقيت هاتف جاي في المنام بيقول لي روح للمستجير بيا في المسجد وشوف طلبه ايه، وانا جيت لقيتك هنا، انت بتطلب ايه من ربنا؟ الراجل المديون مصدقش اللي سمعه وقعد يغمض يفتح، ولا بحلم ولا الكلام ده حقيقي. بص لقى كلام حقيقي. قال له انا عليا ديون وبطلب بربنا انه يساعدني في سدادها. قال له طب تعالى معايا. قام خده وراح بيه عند كل واحد ليه عنده دين، وراح مسدد له دينه كلها. لما جاي يمشي قال له لما تعوز حاجه انت عارف مكاني، خبط عليا وتعالى. قال له اجيلك واسيب الباب اللي انا لما خبطت عليه صحك من النوم وجابك ليا؟ وهنا الراجل الصالح بص في الارض وقال له ونعم الباب، وسابه ومشي. دي فايدة الدعوة المخلصة، دي فايدة الدعوة المخلصة. والإنسان اللي عايز يسدد بجد ربنا بيعينه، بيسبب له الأسباب حتى لو مات وعليه ديون. بيجي يوم القيامة رب العزة يجيب قصر عظيم ويقول عشان يسدد عنه الدين، يقول اللي ليه دين عند واحد ويتنزل له عنه ليه هذا القصر العظيم. وصاحب الدين يقول يا رب أنا اتنزلت عن الدين خلاص، يقول له خد القصر. ربنا بيسدد عنك حتى يوم القيامة طالما عندك نية السداد. والله المستعان. سلام عليكم.